الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الأحبة خطبتنا maanta waxay ku saabsan tahay الثبات على دين الله سبحانه وتعالى اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلهي سبحانه وتعالى الدنيا آخرة هينوسوا إيمانك الله سبحانه وتعالى هينوسوا بالقول الثابت الله هينوسوا أيها الأحبة وحي لهذا ثبات على دين الله سبحانه وتعالى أسباب بدن بيلهذا أسباب تأوجب أن وحى كمذا إلهي سبحانه وتعالى التي ما لو رجينا إن سجناته وإن كتابك إلهي صاحب للنقطة أو قرآنك لازمه حفظ جيسة يا أقرن تيس يا قرقن كيسبة محاجر وحرج رب سبحانه وتعالى وودد توصن قفك السكنة قبصده الله إلى لنا يا قفك كتجنا ربي ورمنا يا سبحانه وتعالى طيب وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك الله سبحانه وتعالى قرآنك ضدك أقرياء الله وصغى سبحانه وتعالى أدونك وكسغى مركي جيرون يانا وصغى آخرنا وكسغى أي قبرك إن شاء الله طيب وحاكم إذا أسبابت الإيمان بالله والعمل الصالح إن الله رميس سبحانه وتعالى أركان إيمانك لغاهله عمل في عنا الله تماضه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إمام قتادة ومفسر هذا وحيري في الحياة الدنيا أدونك وحلو وضع الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح قفك إلهي الربو أدونك خيراتك يعملك في عنبو الله كالسقاه هل كأسوه تشوفون بدر كيسا آخرنا إلهي قبر عيوسها سبحانه وتعالى طيب ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا هديدتك وحا لقوة عذينيو أي سمين لهايان وناقل لو شيقنا لا إيمان لهايان حمان تلقر ريبنا كتق لهايان الله نواصق لها سبحانه وتعالى وحاكم إذا أسبابت أيها الأحبة تدبر قصص الأنبياء بلو في رسالة أنبياء ذي الله سبحانه وتعالى إيه الرسول شيسي لباتد اللي سومري القرآن واحد بدأ إنه قصي قار كمذا اللي دلي قار كمذا اللي حبسي قار كمذا المجالود اللي قصاري قار كمذا اللي جرتلي قار بس ولا رقمي طيب هذا بقى الله نوحله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك صببت مركز قصص كان ترى بدن القرآن كشيء كينيو وإن السجنال ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحوس صحابي جليل كشيك يا خباب رسولك وحانو إن مدبور كعبض لنا عيادة جيفة متوسد isagoo wuxuga saa u dangiga kacbada dhinaceeda markaas waxaan u sheegnay dhibaatadeenna la mariyay oo nimankii Quraysheedna wahayaan iyo dhibkana la soo mariyay rasuulku waa soo fadhiistay sallallahu alayhi wa alihi wasallam kadib buu qiso u sheegay wuxuu yiri waxa jiri jiray dadkii idinka horeeyay bal fiirsada intii la soo qaado qofka oo loo qodo meel qabri camal isagoo nool oo lagu rido oo la soo qaado minshaar yani af weyn oo seef la soo qaado ayaa halka madaxiisa dhaxda lagaga jeexi jiray kamana celinayna arintaasi diintiisa waxa kale oo dhici jirtay in qofka inta la soo qabto sidaas oo kale yumshadu bi amshat min hadid yani loogu shanleeyo shanla bir ah oo halka laga geliyo oo timaha laxmiga iyo jirka meesha u dhaxaysa la mariyo halka lagu jiido qasab loogu jiido diintiisa kama celin jirin laakiin idinka si sahlan ayaa muuqata ولذلك أيها الأحبة أهمية خطبة نمانت إنه هذا هي وقت جان جونا ودريميسان نكوس كأيابة الدين كبح أفلجادد إيه وحبضت الله سبحانه وتعالى إسكو ديرين تيس أيابة تحل جان لجو وحبضت مغريات كي وحيابها قفك وير يحمانت وحبضت الشهوات كي شبهات كهرت هنا يال طيب هذا بدتك نجوه الرئيس هذا سادعي جرتي من أين الدين تولك التجر الدعاء أيها الأحبة والسبب وين أو كان إلا الصغن هذا إن الدعاء ستو الله الدعاء بري ولبا أوقات استجابة بري هبينك جيلين كيسة تنبع الله بري آذانك إقامة لحظة الله بري واحد بري ذا ربي سبحانه وتعالى
maalinta jumcada galabtii oo kale saacad baa ku jirta alla bari subxaanahu wa tacaala awqaada wanaagsan adoo sii raadsan ilaahay weydiiyo salaadaha gadaashooda alla bari subxaanahu wa tacaala walidaalika buu rasuulku sal allahu alayhi wasallam ducooyinkiisa ugu badan waxaa ka mid ah allahumma yaa muqallib alquluubi thabbit qalbi calaa diinika اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. طيب waxaa ka mid ah ayuha alaxiba dikriga ilaahay oo la badiyo waxyaabaha lagu sugnaada wey yani dikriga ilaahay inaad badiso alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub dad wanaagsan oo lala noqdo rufaqo qofka rufaqa waxaa weeye saaxiib inaad ka dhigato saaxiibkaagu man huwa qofka saaxiibkii waa kee keegu saaxiibkaagu waa kee maka xumaanta ka shaqeeya maka beenta badan ba maka dadka isku dira ma midka waxa weeyaan xumaanta mar walba u sii jeedaa ma midka xaaraanta cunaa ma midka waa kee mise waa mid fiican oo xumaanta ka celiya oo iska daa ku yiraahdo waxa waa midka saaxiibkaagu asxaabta waa wanaagsan qalbigana way u fiican yihiin qofkana waxa dhumiyo ugu badan waxa kamida saaxiibi ogaada oo karkaarka walidaalika ayaa rasuulka lagu wacdiyay wasbir nafsaka مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي تذكر في عن لجو كصبر نفط هذا كوا وناكسن قلن هريا يريدون وجهه ولبوا ضدكاس وناكسن يريدون وجه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تضيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا هو هنقل تاجن ميل كله تذكر في عن بمر والبعضية ضدكوا أول الربائن وقفكوا وضدك دكتور لجو طيب وحكم من أسباب أيها الأحبة الشعور بالاصطفاء بلو فرصة إن سقنانه أسبابته كقيب قانا وحاكم إذا بلو حاد حسوسة الله إنه كدورت عليك اختيار من الله إنه تكجوكته يا كدورت إيمان كان يا كسوك هذا مساجد كسوك لي يا كسورة لي إن اعتماده أديك يرهر كاوي المهاو المؤمنين ضد في عنهم مسلمين النقطان الله سبحانه وتعالى اختيار ربي حقي كاذمة طيب مواد وجهد كوان يوبا إلهي أبوري بن آدم كجدتك دات سنة خمر يقشن كعباي كوان إيمان كلاهين كو أمضى دمينية كو حمانته كل حجري أديك يا إذن كلا صار ميوسن مضنين الله سين لو الشكريو الله ثبات يا سجنان للي مات قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى طيب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا marka waa istifaa adoomaha rabbi isaga ayaa doorta waxa kamid ayu alaxiba al-istish'ar bi'azamati al-asbab bal waxaad istish'ar dareen waxaad samaysaa ila Allah weynadiisa subhanahu wa ta'ala Allah aad ku caasi eed xumaantii aflagaadada ku sameyn cadamadiisu intay leegta ilaahi subhanahu wa ta'ala yuhud iyo inta lamida waxa lagu yiri wama qadarullah haqq qadri والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سماوات كأوجدوا دنبو الله قعنت هالمركو قبنيا وكتوبيا طيب أود أنت لك سيد وعاصني سمركادو حجابه النور لو كشفه لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه هذا بقى أيها الأحبة وحن كوجب جبينا يا الله بقى الريموت أرنتو روحه ويه ثباتكاس aan ka sheekaynay iyo sugnaanta dadka xun alla ma siiyo ahlul kufriga alla ma siiyo ahlul fisqiga alla ma siiyo fujuurkiyo xumaanta inta ka shaqeysay alla ma siiyo waxa dhacda dadkii hore in badan oo kamid ah su'aashan sida uu sheekh al-islaam ee uu ka sheekay ibn al-qayyim oo kale fi kitaabi ad-dawa ad-dawa in la yiraahdo dadka qaar qul la ilaha illa allah أو فيحرك رأسه يمينا وشمالا مدح صدقاجنا مدق يبدح أو كلا دقاجنا لا يهي معنى هذا ويا الديد ما وديدي لا إله إلا الله متكل أولوي يقول إسقنا لا إله إلا الله أو كشيء كان بزنس كيسي هذه قطعة رخيصة وهذا مشترى جيد لها تنواق رخيص تنواق قالد فلان وركاسو أقلنا يا متكل أستلور وقل لا إله إلا الله له oo ka sheekeynaya asmaa shadranji waxa weeya shixi iyo maarta waxa ka shaqeynayaan degay kanina ilaaban hawsha shaxa ayuu sheegaya oo ka shaqeynaya mid kalena lagu leeyahay qul la ilaha illa allah oo aqaanidi iyo heesihi oo adduunka ku heesi jiray buu qaadaya xilliga
dadkan marka la isku soo ururiyo inta ka badanba waxa la yiri waxa ay sameynayaan waa wixii ka shuquliyay oo fiirso dhikriga Ilaahay adduunka markay joogeen tiibu Allahna ku ciqaabay subhana mana awoodaan mid kale sawaad wajhi qaar kale wajiga ayaa madoobaanaya marka ay naftu ka sii baxayso qaar kale urbaaba iyaga dhanba waa urayaan iyagoo nool qaar kale qiblada markii la dhigo oo naftu ka baxaysay qiblada ka jeedsanayaan iyaadan billah ilaahay naga badbaadiyo kullu hada wa min alaamati su'ul khatima ay kamita dadka wanaagsan oo ahlu salaah iyo ahlu sunnada ah Allah wuu waafajiyaa thabaadka waxayna ku hadlaan fayantiquna bi shahadati يقول الله يا شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كلمة ودن بيسي أي نقنص أما وجه جود أيا إفيا أما ريح يا عرف أيا بالجهل يا منطقة يا قبط أما نوع من استفشار كمذا مثال أيام كوجب جبينينا ونيل أورنجري أبو زرعة أو إلهي سبحانه وتعالى قال الله الله وافجيه أو صجيئها oo dadka aymada xadiiskana kamid aha markii naftu ay ka baxaysay bay culimadii xadiisku u yimaadeen qaar kamid aha Abu Ja'far baa wuxuu yiri waxa la jooga Abu Hatim iyo jamaaca badan ahlu xadiiska waxayna yiraahdeen laqinu u laqina xadiiskii talqiinta aan u sheegno oo muxuu ahaa laqinu mawtaakum la ilaha illa Allah xadiiskaaseen u sheegna waa imaam oo fil xadiis waana ogtahay dadka dawaal qadariya oo ay ka xishoonayaan طيب وحالي الحديث أكتيس أن كشجنا سوء حصوصته مدول أبو سوك حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان مركي عن صالح ماش قدام بس اللي جاره واستاجيا كوكلا كبدلية واستاجيا كوكلا وأمصيا السجيبة مركب فهمي وعند الصوت نفتنا وكسعتها هل مربو إنها فري إنها مركو فريبا وحول حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد حدثنا صالح عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وخرجت روحه انت مركولين نفتنا وكبحث ومثل هؤلاء أيها الحبة كاس أوكله وقوى رب أوليه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا موتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة